لو عندك منجايه واحده بس هاتيها وتعالي نعمل بيها حلا سهل ولذيذ. طعمه كمان مش قادره اقول لكم حلو قد ايه. يلا بينا نشوف عملناه ازاي، بس ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو لو الفيديو عجبكم. هنجيب كده 3 كوبايات من اللبن، هنزل عليهم ب3 معالق كبار من السكر و3 معالق كمان كبار من النشا. هقلبهم على البارد الاول كويس جدا بالشكل ده. بعد كده هاخدهم بقى ارفعهم على النار وهقلب كده فيهم باستمرار لحد ما يبدا يغلي والقوام يتقل معايا كده. هجيب الكاسات بتاعتي والاطباق اللي انا مجهزاها، هنزل كده بالمهلبيه بتاعتي كده لحد نص الكاس بس. خلاص كده خلصناهم كلهم، هسيبهم بقى دلوقتي كده يبردوا على جنب. لازم المهلبيه بتاعتنا تبرد تماما كده قبل ما نحط عليها بقيه المكونات. كيس من الجيلي ده جيلي دريم، كيس جيلي دريم مانجا، هنزل كده بيه في بوله وهنزل عليه كوبايه من الميه المغليه ومعلقتين من السكر. دوبت الجيلي كويس جدا ورجعت ضفت عليه كوبايه من الميه البارده. سبت برضو الجيلي بتاعي كده على جنب وجبت منجايه قشرتها وقطعتها كده مكعبات بالشكل اللي احنا شايفينه مع بعض. هنخلص بقى كل المانجا بتاعتنا كده ونقطعها مكعبات وهتطلع قدامنا بالشكل ده. خلاص جبت الكاسات بتاعتي بعد ما بردت ونزلت كده بالمانجا او بقطع المانجا فوق المهلبيه، ونزلت كمان بالجيلي. هاخد بقى الكاسات والاطباق بتاعتي دي ادخلها التلاجة مش اقل من 4 ساعات علشان الجيلي يتماسك ويطلع قدامنا بالجمال اللي احنا شايفينه مع بعض ده. قد ايه طلع سهل ولذيذ وطعمه مش قادره اقول لكم كان حلو قد ايه. جربوه وانا متاكده ان هو هيعجبكم، وما تنسوش بقى تعملوا للفيديو لايك وشير لو الفيديو عجبكم.